السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. مناعتنا النفسية دي حاجة مهمة جدا، حاجة ما نقدرش نستغنى عنها، زيها زي المناعة الجسدية بالظبط، ويمكن أهم منها كمان. يمكن الموضوع دوت أنا بأكد عليه دايما، لأن فعلا من غير مناعة نفسية فاحنا بنقع، بنتهد. وكم من الناس فرقت المناعة النفسية في كتير جدا من حياتها، يعني ناس كتير مرت مثلا بأزمة كبيرة، أزمة مالية مثلا، أو حصل مثلا أنها تعرضت لمرض قوي، والمناعة النفسية بتاعتها ساعدتها في أنها تبدأ من جديد، لأنها احترمت نفسها، احترمت، قدرت ذاتها، عرفت أهمية نفسها، يعني حبت نفسها. لازم نعمل كده علشان مناعتنا النفسية تبقى قوية. أول حاجة لازم أفكر فيها إن أنا أحب نفسي، لازم أحب نفسي كويس قوي. ما ينفعش إن أنا أخد حقي في نفسي وأروح أديه لغيري. ليه؟ لأن أنا لما أقع محدش هيعبرني. أيوة، دي حقيقة فعلا، دي مش نظرة تشاؤمية ولا دي حاجة وحشة، لأ. بس عايزة أقول لكم في حاجات كده بتبقى مش مفروضة على البني آدم، وبيفضل يقدمها ويضحي ويتنازل، ومع الوقت الحاجة اللي هي مش مفروضة عليك بتبقى مفروضة. ازاي بتبقى مفروضة؟ انت لو ما جيتش عملتها الشخص اللي قدامك يقولك ايه ده، يبدأ يزعل، ما يحسش ان انت كنت بتعملها حب، ما يحسش ان انت كنت بتعملها بتتنازل علشان تعملها، ان هي اصلا مش مفروضة عليك. يقولك انت ما عملتش الحاجة دي ليه وازاي، ويبدأ بقى ان هو يزعل، وكمان ايه بياخد موقف. يعني الموضوع بيوصل لحد البجاحة، ان انتي تبقي الحاجة مش مفروضة عليكي، وبعد كده اللي هو انت ازاي ما عملتيهاش. فما توصلوش نفسكم لكده. الحاجة اللي لازم اعملها ومفروضة عليا فهي دي اللي هعملها، والحاجة اللي مش مفروضة عليا او هعملها بحب فانا لازم ما يبقاش فيه عملية افراط، ما زودش في الحاجة علشان لدرجة ان انا اوصل اللي قدامي انها بقت حق مكتسب. بلاش سقف التوقعات بتاعنا يقعد يعلى يعلى يعلى، بلاش العشم اللي بزيادة قوي، بلاش الحب اللي بزيادة قوي. جميل ان احنا نحب وجميل ان احنا نتعشم، بس الحاجة اللي بزيادة قوي دي بتوجعنا قوي قوي قوي. ليه بقى؟ لان احنا بنبقى مش متوقعين رد الفعل، بنبقى فاكرين ان اللي قدامنا ده عمره ما هيصدر منه الحاجة دي، فلما بيعملها انت ساعات بتبقي واقفة ملكيش اي رد فعل، لانك مصدومة ازاي الحاجة دي تطلع من البني ادم ده. بلاش الثقة الزيادة عن اللزوم. لازم يبقى فيه دايما حاجة اسمها المسافة الآمنة. مش كل حاجة جواكي بتحكيها، وما تحكيهاش لأي حد. نقط الضعف والقوة بتاعتك مش لازم تتحكي لأي حد، مش لازم تظهر لأي حد، مش تتحكي بس، مش لازم تظهر لأي حد. في حاجات لازم تحتفظي بيها لنفسك، حتى أقرب المقربين ليكي في حاجات لازم تقوليها وحاجات ما ينفعش تقوليها. حاجات لازم تبقى بتاعتك انتي بس، جوه دايرتك انتي بس. انتي الدايرة بتاعتك كده بتبقى مقفولة عليكي، وفيها حاجات ما ينفعش حد يعديها. المسافة الآمنة دي بتضمن لك حاجات كتير جدا، بتضمن لك ان انتي تعيشي مرتاحة، بتضمن لك ان لو حصل اي حاجة عارفة تقدري ان انتي تعدي الموقف، ما تقفيش عنده كتير، ما تتصدميش وتوصلي لمراحل كبيرة من الصدمة. بلاش نتعشم قوي يا جماعة، بلاش العشم الزيادة عن اللزوم دوت وحش جدا. كم من الناس وثقت في ناس وقعدت تحكي لها اسرارها وتقول وتخرج كل اللي جواها، وفجأة اتصدمت بان الاسرار دي واصلة لفلان وفلانة وفلانة، وتقولك ايه ما تقوليش، بس هي الدايرة بتوصل لك في الاخر. فخلي في حدود، خلي في حدود في العلاقات. خلينا دايما نبقى عارفين نتجاهل. يعني ايه عارفين نتجاهل؟ يعني مش طول الوقت ابقى مركزة مع اللي قدامي. يعني مثلا اغلب المشاكل اللي بتبقى مع الستات والمتجوزين، يعني انها بتبقى مركزة زيادة عن اللزوم. لا، تجاهلي على قد ما تقدري. انت تعرفي ان التجاهل ده لازم حتى يبقى مع اولادك. يعني ما تقعديش تركزي على كل التصرفات، لان صدقوني لو ركزتي فتشتي هتبصي تلاقي نفسك انت اللي بتتعبي في الاخر. طالما الحاجة بتاعتك بتوصل لك لحد عندك خلاص ما تركزيش، وتجاهلي على قد ما تقدري. فن التجاهل ده فن رائع جدا، هيعلمك تجتازي نص مشاكل الدنيا فعلا. يعني
فعلا اللي قال ان الفن التجاهل بيخلي البني ادم يجتاز نص مشاكل الدنيا، دي حقيقة. لانك لو تجاهلتي حاجات كتير جدا مش هتقفي عند المشكلة وتحسي ان انت مقهورة وزعلانة. حبي نفسك، دلعيها، دلليها، ما تستنيش حاجة من حد. يعني الحاجة جاتلك خير وبركة، اهلا وسهلا. لكن ما تقعديش طول الوقت مستنيه اللي قدامك يبسطك، مستنيه اللي قدامك يحقق لك الاحلام بتاعتك. لا، هو انت مش مستنيه مصباح علاء الدين، خليكي انت مصباح علاء الدين بتاع نفسك. خلي دايما عندك كارير وعندك شخصيه. ما تحاوليش تضيعي ملامح شخصيتك علشان تقدري تعيشي صح. والاخر مره هقولها قبل ما اختم الفيديو: حافظوا على المسافات الامنه حتى بين اقرب الناس ليكوا. خليكوا مستقلين حتى ولو بعقولكم. خليكوا مستقلين حتى ولو بعقولكم. يعني مجرد ان انتوا تستقلوا بافكاركم دي استقلالية في حد ذاتها. مش لازم ان انتوا تستقلوا تروحوا تعيشوا في حتة تانية عشان تبقوا مستقلين او تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. لا، انا ممكن ابقى عايشة في وسط ناس كتير جدا بس انا شخصية مستقلة لاني عندي افكار خاصة بيا انا. ركزوا مع نفسيكوا، حبوا نفسيكوا، دلعوا نفسيكوا، لان محدش هيدلعكم.